معاكم سارة. في فيديو النهاردة هنعمل سيخ الشاورما في البيت. هنعمل معاه كمان عيش الشاورما وسلطة بابا غنوج، بطاطس ويدجز مشوية في الفرن، سفرة متكاملة في أقل وقت. وهيعتبر فيديو جديد في سلسلة وجبة الغداء المختلفة، نقدر نعملها كعزومة ونقدر نعملها كمان لعيلتنا ونستمتع بيها أحلى بكتير وأوفر كمان من الجاهزة. يلا على طول ونبدأ في وصفة النهاردة. أول حاجة هنبدأ نعملها إن احنا هنتبل شرايح الفراخ. التتبيلة هنا مختلفة عن سيخ الشاورما اللي عملته معاكم قبل كده عشان يكون فيها اختلاف شوية وكل مرة بطعم جديد ومميز. هنحتاج فيها شرايح الفراخ طبعا وتكون مغسولة ونقعينها قبلها بشوية في ملح وخل وليمون. وللتتبيلة محتاجين طماطماية كبيرة أو 2 وسط وبشرينهم، بصلاية وسط وبشراها، فصين 3 من الثوم مفرومين ناعم، عصير ليمونة، معلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة، 3 معالق كبار من الخل. الكمية دي كلها هتكون لكيلو من شرايح الفراخ. ربع كوباية زيت، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة فلفل، ونص معلقة من الجنزبيل، نص معلقة من القرفة، ونص معلقة من الزعتر، والملح معلقة كبيرة. هقلب كل حاجة مع بعضها كويس جدا وهدوق الطعم بتاعي عشان اظبط الملح. هتبل شرايح الفراخ بكل التتبيلة اللي انا عملتها وهسيبها قبلها بيوم او حتى قبلها بيومين، احضر للعزومة بتاعتي واحضر لوجبتي كمان قبلها بفترة. هتديني اكيد طعم حلو وهتسهل كمان معايا الوجبة. هجيب طبق صغير وبطاطسية على حجم الطبق وادخل فيها عواد الشيش طاووق، خلوا عواد الشيش طاووق 2-3 كده على حسب حجمها في النص عشان تطلع الشكل في النهاية مظبوط. وهبدأ ان انا ارص شرايح الفراخ فوق بعضها. هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة الاول 200-240 وهسيبها اول نص ساعة. بعد كده هوطي درجة الحرارة على 200 او 180 واسيبها لحد ما تكون استوت تماما. وهي بتستوي بقية التتبيلة اللي عندي كل شوية هاخد منها وابدأ ان انا اقدم بيها سيخ الشاورما. وفي الوقت ده هتبل البطاطس الويدجز وهنحتاج فيها بطاطس هنقطعها بالشكل ده. هضيف عليها بابريكا مدخنة من اكتر التوابل اللي بتكون حلوة جدا مع البطاطس، كمون اكيد، فلفل، ملح، ثوم وبصل باودر، وهضيف معلقتين كبار من الزيت واقلب كل حاجة مع بعضها وادخلها تحت الشواية. ممكن نخلي البطاطس مسوينها قبل كده 3/4 سوا على البخار وبعد كده نتبلها ونخليها تكمل سوا، او ممكن نحطها مع سيخ الشاورما وتكون نية مش مستوية حتى 3/4 سوا ونسيبها تستوي براحتها خالص مع سيخ الشاورما. وفي الوقت ده كنت انا عامله عجينه نفس عجينه البيتزا بالظبط، تقدروا ترجعوا لها في سلسله البيتزا عاملاها بالتفصيل. فعملت منها كميه صغيره وبدات ان انا اكورها بالشكل ده وسبتها عشان تخمر وتساعدني ان هي تفرد بسهوله. هبدا اخد واحده واحده وعلى سطح رش عليه حبه من الدقيق وابدا ان انا افردها رفيع جدا على قد ما اقدر، وفي صينيه على النار تكون سخنه بحجم العيش اللي انا عملته. وهسيبها لحد ما تكون بدات خلاص تتشمع من تحت، اقلبها على الناحيه التانية لحد ما يكون الرغيف العيش عندي استوى. ممكن كمان نخليه ان هو ينتفخ معانا كده او يبقى معانا طبقات، بس احنا مش حابين ده. حبيت بس اعرفكم انكم تقدروا تعملوا منه كمان كده، بس تخلوا السمك بتاعه تخين شوية عن السمك ده. كده مش فاضل لنا غير سلطة البابا غنوج، ودي عندي بتنجانة كنت شويتها، وعشان تبقى سهلة معاكم انكم تقشروها غطوها وسيبوها تبرد تماما هيطلع معاكم القشرة بكل سهولة. اوقات بحب اعمل سلطة بابا غنوج بالسكينة كده، مش بحطها في الكبة، بحب يكون فيها قطعة باينة معايا.
فانا ضفت البتنجان بعد ما قشرته على القطاعه، وبدات بالسكينه اقطع فيها كده شويه، او ممكن كمان عارفين المخرطه اللي بنعمل بيها الملوخيه ممكن تستخدموها هنا. محتاجين فلفل مقطعه مكعبات، فص 2 3 على حسب الرغبه بتاعتكم من الثوم هفرمه ناعم. هضيف المكونات كلها معاها ملح ومعاها عصير ليمون واخليهم ناعمين على قد ما اقدر. وعلى البتنجان ضفت معلقه كبيره من الطحينه وقلبت كل حاجه مع بعضها. ضفت مكعبات من الطماطم، كمون، فلفل، زودت الليمون كمان شويه، ممكن كمان نزود زبادي. كده جاهزه معايا. دي طريقه انا بحب اعملها، يعني تغيير شويه يكون عن سلطه بابا غنوج الناعمه، او نضرب كل حاجه مع بعض في الكبه. واكيد ما نضيفش عليها طماطم، بس حبيت يبقى معاها طماطم هنا، فكره مختلفه شويه. حابين تعملوها او تعملوها بالطريقه العاديه جدا، وعملتها معاكم قبل كده في فيديوهات سابقه. وكده السفره معانا جاهزه. وطبعا عشان اللي بيحبوا البطاطس المحمره قدمت معاها بطاطس محمره، وعملوا احلى سندوتشات. وعشان تطلعوا كمان نتيجة حلوة جدا هنبدأ ان احنا نقطع الشاورما بتاعتنا كل حاجة على الاطراف كده، يعني كل الطبقة المحمرة دي، وبعد كده ندخلها تحت الشواية تاني تاخد لون من كل مكان، ونرجع تاني نقطع الشاورما، وهكذا لحد ما نخلص سيخ الشاورما بتاعنا كله. هيدينا طعم جدا شبه الجاهز. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا منه، يا رب يكون عجبكم. قابلكم ان شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفة، وسلام عليكم.